مرة نقول لكم بكلام الدارج بعربية الذين يفهموها. الخرابة شو دير واحد قال لك معاه من قريب، مش على من قريب، معاه من قريب، باش هذا ما جبتاش تسقف، وهذا يقول له كذا وهذا يقول له كذا، باش يتذاكروا هذه المراجعة هي اللي فيها الفائدة. كي تعود لا وحدك ربما تنسى، كي يعود معك واحد آخر وتتذاكروا باش يشد المسألة. العلماء قالوا لنا حفاظة سطرين خير من قراءة سفرين، على زوج قراءة. تحفظ سطرين خلي خير ما تقرأ في الرصيد، ومذاكرة اثنين خير من هذين. كي تذكر توع خير من يحفظ سطرين وخير من يحفظ سطرين. العمل بلا علم باطل، العلم عمل بلا عمل باطل ما يصلحش، وعلم بلا عمل عاطل. العلم طبق كما عدم دير، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. شوف بلا قراية من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. العلم تعرف به الحلال، تعرف به الحرام، تعرف به القرابة، تعرف به رمضان صيام، تعرف الأمور بالعلم مش لها. حضرتك يجي يديروا حاجة خيرية ولا شر، كي تعرفها بالعلم ديرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا ببركاته وعلوم المسلمين أجمعين. أعلام من الآداب السابق المشي لها في صلاة الجمعة، إذ هو أقرب للخشوع دون الركوب. على قالت لأنه من فعل المتكبرين إلا لعذر، يا معذور مع شكل شنو شيخ وهذا عليه. فلا بأس به إذا كان يمنعه من ذلك أي من المشي. وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير. مطر يكون في ظل، يكون الطريق مزلطيات، والمجذوم الذي تضر رائحته بالجماعة فيباح له التخلف عنها. وخيد ذلك بالمطر الشديد احترازا من الخفيف فإنه لا يبيح التخلفات. وقيد المحل بالكثير طلبات، فإن القليل لا يبيح التخلف. بالمجنون بالذي معنى تضر رائحته بالجماعة، فإن الخفيف الذي لا رائحة له لا يبيح التخلف. ومن الأعذار المبيحة للتخلف عنها المرض
ومنها الأعذار المبيحة للتخلف التمريض. تمريض يمرض واحد عنده مريض حتى بعثوا السبيطار بالعافية ينوينا وتعبنا. التمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد والأبوين، وليس عنده أي ذلك المريض من يعوده. المريض ما عندوش، ومنهم من قال الوالدين كم قالوا 4 ولا 5 أخوين سنة مقموع ما باقي يموت والله وإلا قريب ما عندوش واحد في البلاد. فيحتاج للتخلف تمريضه. شوف، وحكى عن الماشي على التقييد بالقريب انتهى. وقد يتعين عليه للجمعة بدل وهو طهر، يتعين عليه إلى هذه الحالات يصلي الظهر. فإن كان هناك من يكفيه القيام به وجب عليه الاتيان لها. ومن ذلك أيضا من العذر المبيح للتخلف إذا احتضر له أحد من أقاربه أو إخوانه أو أصدقائه. ومن الأعذار المبيحة للتخلف لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله. وكذلك المعسر ما عندوش، يخاف على نفسه أن يحبسه ظالما وهو عدو يبيح له التخلف. هذا الأصح. لكن ذكر العلماء إذا كان ما عنده شباب باب واحد يشد له الباب، هذا أخطأت في السلطة والسلطة والجمعة وشعلات ما تعرفوا منها. ومن ذلك أيضا من يباح له تخلف الأعمال الذي لا قائد له. ما عندوش يقول أما إذا كان له قائد يقوده ولو كان في أسرته، ولو كان بالضرر من دي وصف الرجال. أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. ويحرم السفر عند الزوال يوم الجمعة. عند الزوال يحرم عليه الإنسان بشرته. لكن قالوا إذا كان معناها يوصل بلا بلاصة من بلاصة الجهة الجمعة جائز قدامه. على من تجب عليه الجمعة، لأن في السفر الذي ترك للوجوب وكذلك يحرم عليه
ما عادش نقدر سبحته باش دخلوا حواليه يخششوا، ما يفتح باب، ما يحل باب، ما يدخل تمام معناها النافذة، ما يسكر باب لا كل تشوف عملت الأسبوعات خاطر ما يتعرف. لأن راهو في وقت الخطبة كي اللي راح يصلي في ركعتين من صلاة رباعية، كل خطبة مقام ركعة، فإن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، سواء كان في الخطبة الأولى والثانية. ويجلس الرجل الداخل ولا يصلي إلا أن تلبس بنفل قبل دخول الإمام، فيتم ذلك النفل. جاب ركعة وجاء الإمام داخل، الأخرى يريح ويجيبها بالتحية، يجيبها مريح ويسلم. ويحرم البيع والشراء. شوف قال ويحرم البيع والشراء. ولا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما باش وذر الشراء، بل وذروا البيع. كما يمشي واش يشري. أنا بكري واش يعيطوا عليه والله أنا خويا هو العشيش قدي لما راه يصب له العشيش طاف يصير يحطوا في القرعة التوزيع تحطوا لي العشيش. ممنوع ما يبيعش باش ما يستبدوش ذاك الناس من العشيش والآخرين تقول ما عندهمش. كي يجوا يقولوا الناس شراو. لا، لو كان يدير حتى ذاك بمعناها مش واسع عليه الجمعة كيس طبيب والله العبد الله خير ما يديرش يبيع ويسلم. لخاطر انا نجي عارف هذا الانسان وما كيتحيا ونلقى الصبي يبيع فيها نشري ونروح نجاوب في الطريق كما تلقاش ما تشري واش تشري شي العذاب. قال ويحرم البيع والشراء. عند الإذان الثاني ويفسخ ينباع وقع البيع. يفسخ البيع في وقت الأذان الثاني، خاطر الأذان الثاني راه الإمام عنده في المنبر فوق المنبر. ويكره ترك العمل يوم الجمعة، مكروه ترك العمل يوم الجمعة إلا وقت الآذان حبس. الإنسان يوم الجمعة يخدم إلا إذا كان الله غالب عنده خدمة ياسر ويتعب يقول أنا نرتاح يوم الجمعة ما نخدمش. لأن العمل فيها كالعمل في غيرها، وهذا إذا تركه استئنانا. قال من السنة ما يخدمش أنا اليوم الجمعة، ما هو السنة عندك وقت أذان خلاص. وأما إذا تركه براحته فالنافع مع الموسم. ويكره تنفل الإمام قبل خطبته. مكروه للإمام يتنفل قبل الخطبة. كيجي داخل الجامع السلام عليكم والطول هذه خدمته باش يكون السلام عليكم هو ينفل. فأنت كذلك إذا دخلت الجامع وبقي تنفل نفل قبل وسلم، وسلامك في النافلة قل السلام عليكم يكفي عليك. اللهم إذا قلتم الله عندي شغلانة ولا حصل الله غالب عليك سلم عليك ولا كيزي وقتي بالنافلة تاع المسجد. وش يوم الجمعة؟ الجمعة كلام مرة في احنا دخلتها أنا في جامعة تاع الجمعة، وجامع الجمعة يقول لك حتى يعود الإمام يخطب
الزوال، والله تعالى أعلم بالصواب. ثم شرع في حكم الصلاة على الجنازة فقال: باب أحكام صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وكذلك غسله وتكفينه. وهذا كلا قوي حسن وضبط بالدراهم جيد، الكفر يشروه بالدراهم، اللي يحملوه بالدراهم، الصلاة لا. لكن احنا يا عادة الظاهرة خالد في هذا البلد والخطأ تخدحينا، قال لك يلزم دبارة ويشري المال وما يديش، هذا كان يتصدقوا به عليه، هذا كان يتصدقوا عليه وأبل، هذا إحلال على إعلان. انتهى العراقين الصافي من يجزات الصافي. انت أمورك مع الصافي وولدك مع الصافي وقول هذا يشري له دراهم، هذا كيتحاسب عليه له الصافي، ما تحاسبش أنا. ولا تزر وازرة وزر، هذا اللي يصدقوا يعني باش يكتب فيه أو لا. يعني إذا قام به الباس سقط عن الباقين، لأن هذا شأن، مش هذا، لأن هذا شأن فرض الكفاية. فروض الكفاية هذا شأنه، إذا قام به الخرج بقى بلاد تجي حدادة. والله دي كواية تخدم لنا بالكاوية بتاع التحليل، كل الناس تجي معنا نجارة، كل الناس تجي بناية، حقا بها إذا قام بها واحد سقط علينا. البلاد فيها 10 ولا 11 بناية، ليش سقط علينا قاعد تكون البناية؟ كل الناس تكون خيك. فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، خلاف الأعلام. الناس قاعد في رمضان ضبط نسيج الشرطة، نسيج الجدارية، نسيج سويتهم، قام به البعض سقط عن الباقين. أي سيدي قاعد الناس بيجاوا وفي الخدمة، شكون ما لنا واحد من يغسلوا، من يكفلوا، من يدفنوا، من يديروا راسنا. هيا العسكر هيا تكتب أنا نرجو عيطنا. فروض الكفاية مش كفروض الأعيان. فروض الأعيان على كل واحد يتعين. فروض الأعيان الصلاة والزكاة والصوم والحج والتوحيد، هذه فروض أعيان، سواء الشيخ ولا الكبير ولا الشريف ولا الظالم ولا العالم ولا الغراب، ولا فروض الأعيان واجب عليه وجوبا. هذه عينية. وفروض كفائية، هذه الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة. لو كانت واجب علينا صلاة الجنازة كبر آية وصلاة الجنازة على الوقت الثاني، كل فروض الأعيان يلزم كل بلاد تدخل، ما يبعوش واحد اللي يسمع. هذه فروض أعيان، لكن هذه فروض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولكن ما تكونش هي لا فروض الكفاية والتمرية. ماذا بك التمرية حقق فيها أثر عظيم؟ المصلي على الجنازة يدي قد جبل أحد، 10 تديه قد جبل أحد، وعلى هذا الشعب هذا أحد، موش اللي على وجه الأرض كجبال، الجبال العظيمة على وجه الأرض، جبل الطور، جبل أبي قبيس، قيقعان، ترى المدينة وما أدراك على وجه الأرض، لكن أحد من نظرة الساعة. وهذه هي الأرض السابعة كالسماوات السبع، ما بين السماء والأرض 500 سنة، وعرض السماء 500 سنة، وبينها وبين الخطى 500 سنة وهو حتى السبع. والأراضي كيف الأرض شراوتها مسيرة
متر 90 متر واحد ما فيها شيء. وهذا كان هو يسافر البترول، هذا هو يسافر يكره الحب معاد. والنبي يمثل بالمؤمنين كل المخلوقات، قال الناس معادن معادن واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. شوف آيات العالمين تلقاها مؤمنين كل دينها واحد وإيمانها واحد، وتلقاها وجوهها متلونة، واحد واحد وأخوه في ذات واحد، بل في تعايتك الروح مع أولادك نفسك ما مشوش كيف. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان. وأركانها أربعة، وأركانها أربعة. كلم واحد ولا واحد ولا واحد كلام خلاص. وأركانها أربعة. النية وين؟ يجي داخل بعد الله أكبر لا بد من النية، ولا بد من نية تكبيرة الإحرام. احنا على بس أول ما حافظ الدعاء اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمها تتعين تعرف باش مرأة ولا راجل، لكن انت لازمك تقرأ وتكون تفهم. سمعت ان الإمام قال مرأة ولا راجل، خليت بلاصة وفيت جلال لا تعرف هذا مرأة ولا راجل. الوهاب المين اللي راح ما تدورش عليه مرأة ولا راجل. والدعاء اللهم اغفر له وارحمه والله اغفر له وارحمه، كلمة اللهم اغفر له وارحمه والمرأة يكفيه، كلمة اللهم اغفر له وارحمها والرجل يكفيه، لأنك نويت الصلاة على هذا الحاضر هذا الجنان ما تدورش عليه. أما هنا راك تعرف رجل والله ما هو الأمر. أما قضيت بلاصة أخرى جيت مسبوق ما سمعتش من أهل مات هذا هو الجنازة ماتت فلان بنت فلان إلى آخره، اللي ما يسمعش. لكن أسيدي تبقى قدر ولا قضيت الحج قال على الأموات وش خلطينا انت ومساورات انت هنا بنذكر انا بالذكور على البنوثية ان شاء الله 20 من المعاهرات والله اغفر لهم وارحمهم. ماذا بينا حنايا نتعلموا امر ديننا خير دين باش تعرفوا دين الفياص وتعرفوا دين الكرات، وحتى السوالي هذه تعرفوا باش نديرها السيف فيها 11 ولا 14 ولا 18 ولا 6 ولا 4. وإذا ماذا بك يا أخي إحنا ناقصين شوي كي نديرها ببريها تبقى ببرود باش تعرفها تمتينا. فكذلك أنت تتعلم مسألة دينية، تعلم مسألة مالك معنا مسألة تستفاد خير من ملك مصر وبغداد. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف تحسب الحوالات مش عارف أنا عندك ولا ما عندك، أنا أقول عندك وتقعد متقشف ومسخين لا فيه محبور هذا صعب. انت شوف ما تكونش ثاني لابس هواله وضاف زينين واذا به انت يا مشاك انت ما تديرش الخير، انت ماكش مستقيم. فلا يغرنك ثياب بيض بالماء والصابون غسيلا. يغرك يا ابو كامل كالبيضة إلى الماء
انتشرت السبحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا، وتلقى واحد يتحدث في واحد أتبطل الذكر ولا يقول أنا أقشعر طفل 7 أسبوع يبدأ فيه يشطرف فيه، وله ذكر غيبة وحدة أعظم من 30 دنيا طفل الإسلام. هذه الغيبة مش النميمة، الغيبة وحدها والنميمة وحدها يا عبد ربي. الغيبة ذيك لو كان أخاف ببالك لو كان يعود مريح ما تتكلمش فيه. والنميمة لا، النميمة الكلام هذا ما يتصل بينهم. ما بالك حتى كان سمعت تسكت قال لك ما غرنيش اللي قال لي معناها قال لك أنا يغرني اللي وصل لي، وهذا اللي وصل لي وصل لي. هذا النمام بعدوا لي عاد منه. بعض واحد كيف يقول فيها بدات قالت كم هذا من نملان ومن قصر المشير بشفتيه الى بالفاس النحاتين. بعد النمام روح بعد عليا لي ما تجيش ما قلت احنا غالب ربي الحداد حكومه وقعه شوف ولنا قال لهم الطوبات مش لاقي واحد يقول بسم الله لا حق زين اخترتوا زين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا. وشوف ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واحد قال كان يتكلم في واحد وكذا الأخير جاب له واحد لحمة أكرمكم الله تحت حمار 5 ما هي طايلة، قال له كول يا ودي شينا، قال له كول يا ودي شينا، قال له كنت تتكلم في فلان ودر له هاكي على فمه 40 يوم وهو ريحتها ناصبة فيه. وواحد راجل قاعد يتحدث انا وياه قال لي قلت اسمع عندنا ودي ما تحدثوش في سنه، احنا كبار ما نقدرش نرجعوا من الديابه من العصر نقدروا نخرجوا البر. اللهم ريح رزقه خير ما ريح في الصحن الجامع ونقعدوا نتحدثوا قال الله غالب احنا ما نطيقوش ولا حدا شاف قدام منه شوفوا خير لكم راه لقيت في الجامع هنا في هذه البلاصه مستحرة كاين اللي في الجامع مرتين وطنها قال لي قلت لهم قال ما خذاوش رايه عاد كي يريح نصد عليهم نعطيهم ظهرهم ونقعد نسبحهم ودبر راسهم. ليله من الليالي نلقى ناس في المنام كرمكم الله جايبين حمار ذبحوا الحمار سلخوه قطعوه وبدا يقسموا فيه، هذا اعطيه القلب هذا اعطيه الكبده هذا اعطيه ذيل هذا اعطيه ذاك. وانا قال نسمع واش نعطوا ذاك واش نعطوا ذاك، قال قعدوا هذا واش نعطوه قال اعطيه الوذنين. ربيت انا نسمع الوذنين يعطوني الوذنين، قال من ذاك النهار 10 يدخلوا برا وخلي في جمره. شوف المنام وشوف الناس اللي حاصه على الامور هذا ما بقاش الكلام في الجامع. احنا الكلام في الجامع يهدم الحسنات 30 سنه يهبط الكلام في المسجد، والكلام عند الجنازه، الكلام في المقبره، الكلام عند الاذان، الكلام عند قراءه القران، بلايص فيها بالله مساله واللي هبط عمل 30 سنه. ان شاء الله تتعلم في الديانه وخصوصا الى الجنازه مسألة دينية راه نتحدث شوف راه يتحدث اتقى الشبهات.
تكبيرات، فإن نقص شيئا منها بطلت. اللهم إذا سهوا، اللهم إذا سهى وجابت لا تقول سبحان الله، يكبر تكبير أخرى ويسلم ويسلم معه. أما إذا كان هو زاد 5 سهوا والله ده احنا نسلمه وخلوه، وإن يزيد إمامه لم يتبع. إذا زاد الإمام 5 أنت سلم وصلاتك صحيحة وصلاتك صحيحة. وإن زاد لم ينتظر. وإن يزيد إمامه لم ينتظر وسلموا من قبله ولا ضرر. وثالث الدعاء بينهم. وكذلك بعد الرابعة كان اللي قال عنها اختلفوا في الدعاء بعد الرابعة. يا القضاء يدعي والله يقول لا كبر الرابعة الله أكبر مع ذلك يسلم. فيها خلاف، إن شاء دعا وإن شاء سلم. لعل يشوف واحد يجمع في الرابعة يقول سلام عليكم يقول صلوات ولا ما والله مش ممكن جايز بعد الرابعة يقول السلام عليكم، وإن شاء دعا وإن شاء سلم بعد الرابعة. تكبيرها الرابعة المطلوب يدعو. احنا تعلمناها ندعو، ما تعلمنا نفكرها. يبدا فيك الحديث والله هذا احنا ما قريناه، اللي يقرا راه يفهم. اسيدي وجه تقول راه تعلمك الله اكبر قال السلام عليكم ما دعاش، جايز يسلم بعد الرابعة وجايز يدعو باش تكون انت على في بلاد اخرى اللي يقراوا عليها ويفهموا ما تعيبش. وكذلك بعد الرابعة على ما اختاره النخبي. وكذا بعد الرابعة أن يدعو بعدها على ما اختاره. المشهور أنه لا يدعو بعد الرابعة كما في الدرقاني، لكن جرى العمل بالدعاء بعد الرابعة. ورابعها السلام. وليس في صلاة الجنازة دعاء معين، فيهاش دعاء معين، وإنما من زمان الصحابة اختاروا الدعاء اللي يجيبوا في تعب هريرة. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان معتمدا بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئته. اللهم لا تحرمنا وهو لا تفتنا بعده. الله أكبر والسلام عليكم. اختاره العلماء ومن زمان سيدنا عمر إلى يومنا هذا يجب فيه. ولأن العلماء يقولون من إكرام الميت التعجيل بدفنه. علاء لأن هذه الروح اللي كانت ماسكة ذاك الجسد خرجت، ربما يتفلك، ربما يخرج في الساعة. لكن احنا ظهر الخطرات يخلوه روح ربه ورحمته حتى يجي ولده ولا اخوه واللي ما عندوش المخلوق واش تطبع. اسيدي خليناه ولده ولا اخي يغسل وحده، يكفنوا وحده، يحطوا في الدار وحده. احنا جماعه هذه الدار وحده العظم وهذه مصيبه على البيت وطلع عظم العظم. يخلوا هذا على هذا حي حتى يجي له اسيدي جاب قلبوا وكلمات. احنا في بلادنا سار مريح متكي ونستنوا في واحد قدوه يجي نعدوا ذاك الكبار اللي ذاك اللي يجي هو في ذيك الليل.
ما ثقلتش الناس عليهم وطولت على هذا الميت باش يدفنوه. فإن كان الناس سعداء فيفضل يلبنا حتى كانوا الأخرى تبكينا بالوقع على خير. هذه أمور مغيبة عليه. هو راه يخلق. واحد قال لي ما تدفنش ميتك حتى نشوف على ما باقي تدفن. هذا نشوف فيه يصلي ويعمل عاد ويصلي حالته وبالك هو مات على الكفر ولا تعرف هذا وشكون بينك والله مات على الإسلام منين؟ هذه جبانة للمسلمين. مش أنا غريب مات في السبيطار كي اللي مات من ضرورات والله من الشرطان عاد يسوي الناس عاد هذه والشرفة عاد العلماء على الطلبة وفلسطين. شوف رسول من فتوى هذه جماعة المسلمين مالك هو متقي احنا ما نكتبوا هذاك اللي يتكلم على عاطي رب العالمين يرحمه بسبب ما هداش علينا يعد كلمة يقولها. قال سيدي ابن عاشر واسمته هو ويدعو بما تيسر فيقال اللهم اغفر له وارحمه وعاقب الأربعة تكبيرات كفاه ذلك. واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول الحمد لله الذي أماته وأحياه والحمد لله الذي عمودا له العظمة والكبرياء. وجاب وطول سيدي ابن أبي زيد الكرام طول في جهته كرهه بعض العلماء الدعاء وإن كان ابن أبي زيد القيروان والناس قالقة الله لا يتول علينا يا الدعاء لو سيدي هذا يقول الله اغفر له وارحمه نهار كنت تطلب هذا الاستيقاظ انت دعاء قال يا أمضي كنت تتلحق ولا تتلحق البيت ما شفته تقوله ولا تتلحق يسعى من يذكر الخير وراح وحتى يتلحق الله وحاله ما تخلصش الأمور الخيرية. والله إذا جابوها والله بسم الله الرحمن الرحيم هذا اللي يبعد يسلم هذا اللي يتعود من عبد الدواء ولا يوصف فيه أرجو يا الله هذا يقول صحابة يا الله تجي لذلك وقربي هو اللي يوفق وما توفيقي إلا بالله وعلى الله العظيم. لما جاب الدعاء وهو طول فيه كلها قال كسيدي باب في الصيام. أنا قريب نكمل. باب في أحكام الصوم وهو في عرف الشرع الإمساك عن شهوته وشهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لتحقق الغروب بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبيان حكم صيام رمضان وبين حكم صيام رمضان بقوله وصوم شهر رمضان صوم رمضان فريضة. صوم رمضان فريضة يثبت معنى هذا الشهر هذا بأحد الأمور ثلاثة: إما بكمال شعبان 30 نهار 31 شهر الشهر وما شرطوه أصبح صايم. وكذلك هذا الشهر علينا رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم النهار اللي فرض عليه رمضان صام 9 رمضانات 7 صامهم 29 واليوم رمضانين صامهم 30 جاء غيره كذا إلى آخره. فكذلك الرسول رمضان الشهر 29 خير مما فات من عدة ثلاثة يثبت الشهر شوال أو شعبان ورمضان معناها إما بأمور ثلاثة بدليل بكمال شعبان
إذاك من شعبان 30 نهار 30 أصبح الله صايم 30 يوما إن لم يرى الهلال أو برؤية شاهدين عدين للهلال هذا 2 أو برؤية جماعة مستفيضة جماعيات خلطة وبين عدين تو جماعة مستفيضة كاملة فيها الكبير وفيها الصغير وفيها الأمراء وفيها الجمهور وما يتواطؤون يتواطؤون على الكذب عادة ما يقولش الكذب بحيث يفيد خبره العلم لكثرتهم. وكذلك في الفطر فيه الناس شهادة واحد ما تكفيش يكون بكمال شوال اسمع الدعولي لا رمضان قلت التسير صار نهار واحد التسير لا صح لا يتصاب تعيد واختار أو برؤية عدين شاهدين أو جماعة مستفيضة قال شهر العيد ولا شهر رمضان يطلب الناس برؤية عدين أو جماعة مستفيضة أو كمال رمضان 30 يوم ولا يلتفتوا إلى حساب المنجمين. ويبيت الديانة الصيام في أوله من معنى من الغروب خلاص نويت الصيام فرض رمضان نطلع على خير. هنا لك يقول 29 وقيل 30 والصيام شهر رمضان وخلاص والوهاب قلبك فإن تلفظ فواسعه ينوي بقلبه في أول ليلة من رمضان ويتم وقت صيام من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وصفة النية أن ينوي